في حلقة اليوم راح نطلب خيوط من 3 محلات مختلفة ونخيط نفس الشال. يلا خلينا نبدأ. فأول محل اخترته هو محل بكرات منى. طبعا طريقة الطلب عن طريق الواتساب، رغم تشوفونه قدامكم. الحلو في طريقة الواتساب إن تقدرون تشرحون لها بالضبط شنو انتم حابين، وهي تقدر يعني تقترح أحسن شيء حق مشروعكم. فحق مشروع الشال اخترنا خيط لانسو 6 بكرات. قلت أجرب أشوف إن شاء الله يكفي. طبعا أنا كان ناقصني إطارات خشب، فخذيت إطارات خشب، هم يون مجموعة في أكثر من مقاس فخذيتهم. طبعا حساب طلع كله 13 دينار مع التوصيل. فيلا خلي أوريكم شنو شريت. هذا هو خيط لانسو اللي اخترته. طبعا هم يون يعني ألوان مختلفة كلها متدرج، ومقاس الإبرة هني حاطين إذا كان تريكو 4 وإذا كروشيه 5. طبعا أنا حخيط حسب الشد عندي، راح أشوف شلون يطلع وياي. وهذا رقم اللون حق اللي حابة يعني تستخدم نفس اللون اللي أنا قاعدة أستخدمه. طبعا طلبت 6 بكرات من هالخيط. بالطلب بعد كان في ستيكرات حق اللي يحب، ستيكرز. وهذه هي مجموعة الإطارات اللي طلبتهم. طبعا حخشهم حق مشاريع ثانية. سعرهم 5 دنانير، يعني كله ويا بعض 5 دنانير. حسيت إن سعره وايد زين حق حجم الإطارات والكمية. طبعا هو طريقة الإطار اللي هو طريقة اللف. حبيت أذكر إن من بين ال3 شركات هذه الشركة وصل لي نفس اليوم. سألتني متى أبي التوصيل، قلتها عادي اليوم أو باكر، وصل لي نفس اليوم. المحل الثاني اللي طلبت منه هو محل إبرة وبكرة. طبعا هم موقع أونلاين تطلبون منه. الحلو بالموقع الأونلاين إنه خلاص تشوفون كل منتجاتهم وعلى طول تطلبون أي شي حابين. من اللي شفته طبعا هم يستخدمون شركة لامية، وأنا أساسا جايبة من هالشركة قبل، فاخترت خيط مو طالبته من قبل اللي هو لورين بيسك. كان في عندهم خيوط ملونة بس صراحة ما عجبني الألوان، خذيت لون سادة. قلت أجرب أشوف شلونه بالشغل مشروع الشال. طبعا الطلب ما طول، وصل خلال يوم، يعني يوم الجمعة طلبت، يوم السبت وصل. هذا هو شكل الخيط، اسمه لورين بيسك. شوي يذكرني بالأكريليك، هو أكريليك. فهذا هو 100 جرام، ومقاس الإبرة تقريبا 4. طلبت 6 بكرات من نفس الخيط وكلهم نفس اللون. فراح أجرب هالخيط وأشوف شلون يطلع بالشغل. الشركة الثالثة اللي طلبت منها هي شركة سوينج سبلايز. هم موجودين في جمعية هميثية، وهذا رقمهم. وطبعا أنا طلبت عن طريق الواتساب، ما عندهم موقع، بس داخل الواتساب حاطين في كتالوج في كل أو أغلب منتجاتهم. طلبت منهم يوم الجمعة والطلب وصل يوم السبت. من ال3 محلات اللي طلبت منهم هذا آخر طلب وصل لي. أول شي وصل لي مال بكرات منى، وبعدين وصل لي إبرة وبكرة، وبعدين وصل لي اللي هو سوينج سبلايز. الشيء المضحك إن نفس الشركة اللي أنا أستخدمها بالتوصيل هم يستخدمونها، فعلى طول أساسا يعني المندوب كان جاي على أساس ياخذ طلبات، فجاب لي هالطلب وخذ الطلبات ووصلهم. طبعا سألتهم شنو أحسن خيط حق الشال. الخيط اللي اقترحوه عليه صراحة انصدمت، يعني هو خيط مخمل، أحط لكم صورته أو عشان تشوفون الصورة اللي أنا شفتها. حسيت إن هذا وايد ثقيل، بس ما قلت شيء. واقترحوا خيط ثاني صوف، بس صراحة ما عجبني، فقلت يلا خلينا نمشي على اقتراحهم ونشوف شنو يطلعوا. يعني الشيء الثاني اللي طلبته هو إطار. الشيء المميز فيه إنه هو بدون مسمار، فخلي أوريكم إياه. طبعا هذا الطلب، وطبعا هذا مع التوصيل طلع تقريبا 12 دينار 600. وهذا هو الخيط. طبعا ما أدري إذا يبين أو لا، يعني بالصورة شكل الخيط ثقيل متين، بس ترى بالصج لا. حسيت إنه أوكي لا مناسب، وهم ممكن إنه يصير كشال. فراح نجربه ونشوف شلون يطلع من مشروع الشال وياه الخيط. طبعا هم نفس الشيء، طلبت 6 بكرات نفس اللون. وهذول هم الإطارات اللي يكونون بدون مسمار. أعتقد إذا ما كنت غلطانة طريقتهم إن إحنا راح نحط الخيط عفوا القماش، وبعدين راح نثبته وهو راح يتثبت، ما يحتاج شيء. إن شاء الله راح أسوي فيديو مخصص بس حق هالنوع من الإطار، أوريكم شلون طريقتها، أو إذا في أفكار ثانية هم ممكن نطبقها على هالنوع من الإطارات. فالحين يلا خلينا نبدأ نشتغل على المشروع. الطريقة اللي راح نشتغل فيها الشال، راح نبدأ ب3 سلاسل chain 3. طبعا هذا ما راح نحسبه أول غرزة. الحين راح نبدأ نعد
1 2 3. بعدها في أول سلسلة هني راح نسوي 3 عواميد، 1 فمثل ما انتم شايفين عندنا سلسلتين بعدين 3 عواميد. بعدها راح نحط سلسلة، بعدها راح اشتغل في نفس المكان 4 عواميد، 4 دبل كروشيه، 1 2 3. هذا هو الرابع. يكون عندكم هذا الشكل. بعدها راح نسوي 3 سلاسل، 1 2 3. وبعدها راح ابدأ اشتغل في اول غرزة هني عمودين، 2 دبل كروشيه. بعدها راح اسوي سلسلة، اطوف غرزة اشتغل باللي وراها، سلسلة، راح اطوف هالغرزة. تشوفون هذا الفراغ اللي صار هني مكان السلسلة، هني راح اشتغل غرزتين دبل كروشيه. فمثل ما انتم شايفين غرزتين دبل كروشيه، بعدها سلسلة، بعدها غرزتين دبل كروشيه. بعدها راح اشتغل سلسلة، وبعدها راح اطوف غرزة اسوي غرزة عمود، سلسلة، اطوف غرزة. بعدين في اخر غرزة هني راح اشتغل 3 غرز دبل كروشيه. هذا 1 هذا 2 وهذا هو الثالث. راح يكون عندكم هذا الشكل. والحين راح نبدأ نشتغل على السطر اللي وراه. فالحين راح أبدأ أشتغل 3 سلاسل. الحين السطر اللي وراه راح أبدأ أسوي 3 سلاسل، 1 2 3. راح أشتغل في نفس الغرزة غرزتين دبل كروشيه. فلو تلاحظون دايما الأطراف لازم يكون في 3 غرز عمود. طبعا في أول السطر بدال غرزة العمود اللي هو دبل كروشيه راح يكون 3 سلاسل. فهني 3 سلاسل عمود عمود، بعدين آخر شي هني راح يكون 3 غرز دبل كروشيه. إذا حسيتوا إني خربط لا تخافون، خليكم وياي. الحين راح أشتغل بعد ما خلصت الغرزتين عمود في نفس المكان، راح أشتغل اللي هو دبل كروشيه. الحين راح أشتغل غرزة دبل كروشيه الغرزة اللي وراها، وبعدها راح أسوي سلسلة، أطوف غرزة، وبعدين راح أشتغل غرزة عمود في مكان السلسلة. أسوي سلسلة، أطوف غرزة العمود هذه، أشتغل غرزة عمود في الغرزة اللي وراها. راح تكملون بهالطريقة لما توصلون حق النص. الحين اشتغلت غرزة عمود، سلسلة، الحين وصلت هذه غرزة راح أطوفها. الغرزة اللي هني راح أشتغل غرزتين عمود دبل كروشيه في نفس المكان، وبعدها راح أسوي سلسلة، أطوف مكان السلسلة هني بالنص، وبعدها راح أشتغل غرزتين عمود في نفس المكان، وبعدها راح أسوي سلسلة، أطوف الغرزة في مكان السلسلة، راح أسوي غرزة عمود، وبعدها راح أسوي سلسلة، أطوف الغرزة، أشتغل في مكان السلسلة هني بالفراغ، بعدها راح أسوي سلسلة، وبعدها راح أوصل حق هذا الجزء الأخير. في هذا الجزء الأخير راح طبعا أنا الحين سويت السلسلة، هطوف هالغرزة، راح أشتغل في هالغرزة غرزة عمود اللي هو دبل كروشيه، وبعدين في آخر سلسلة هني راح أسوي 3 غرز دبل كروشيه. هذا 1 وهذا الثاني وهذا هو الثالث. فهذا هو الشكل الشال لحد الحين. الحين راح أشتغل 3 سلاسل، 1 2 3. راح أشتغل غرزتين دبل كروشيه في نفس المكان. هذا 1 هذا هو الثاني. بعدها راح أشتغل هني غرزة عمود، غرزة عمود، بعدها راح أشتغل سلسلة. تلاحظون هني هذيل الغرز
أطوف الغرزة أشتغل هني. بعدها راح أسوي سلسلة، أطوف الغرزة أشتغل بالفراغ. مرة ثانية سويت سلسلة، أطوف الغرزة أشتغل بالفراغ هني. بعدها راح أسوي سلسلة. راح ألاحظ الحين تقريبا وصلت حق نص الشال، فراح أطوف الغرزة أشتغل هني غرزتين عمود في نفس المكان، 2 دبل كروشيه. وبعدها طبعا سلسلة. طبعا راح أطوف هذا الفراغ، وهني راح أشتغل غرزتين دبل كروشيه. فهذا واحد، هذا هو الثاني. وراح أكمل نفس الطريقة، سلسلة، أطوف الغرزة أشتغل باللي ورا، سلسلة، أطوف غرزة أشتغل باللي ورا، سلسلة، أطوف غرزة أشتغل باللي ورا، سلسلة، أطوف غرزة. الحين وصلنا حق تقريبا آخر شيء، آخر مجموعة. في المجموعة الأخيرة بس راح أسوي غرزة واحدة في كل غرزة. بعدها لما أوصل حق آخر السطر هني راح أشتغل 3 غرز عمود في نفس المكان. هذا واحد، وهذا الثاني، وهذا الثالث. إذا قاعد تخيطون وياي وصلتوا لهالمرحلة، والحين خلاص باقي الأسطر كلها راح تكون سهلة وبسيطة، بنفس الطريقة راح نكررها لما نوصل الحجم اللي احنا حابينه. فالفكرة في أول شيء وآخر شيء لازم يكونون 3 غرز عمود. طبعا في بداية السطر راح نسوي 3 سلاسل وعمودين لأنه بداية السطر. بعدين في أكو مجموعة غرز بدون سلاسل اللي هو هذه المجموعة هني، موجودة هم مجموعة هني، هذيلا راح تشتغلون فيهم عادي بدون سلاسل. وبعدين راح تبدؤون دايما تسوون سلسلة عمود، سلسلة عمود، سلسلة عمود، ودايما أماكن الأعمدة راح تكون في أماكن السلاسل بالسطر اللي تحت. وراح تكملون لما توصلون النص. لما توصلون النص شوفوا هذا النص لأن فيه 2 بنفس المكان، العمود راح يكون هني، راح تشتغلون عمودين نفس المكان سلسلة، بعدين عمودين نفس المكان، وبعدها تكملون نفس الطريقة نفس هالجهة، تسوون نفس الطريقة على هالجهة اللي هو سلسلة عمود، سلسلة عمود، سلسلة عمود. أنا الحين راح أطبق وياكم هذا السطر بس أساس أكد المعلومة، وبعدها تقدرون تكملون على راحتكم. الحين راح أشتغل 3 سلاسل، 1 2 3، مثل ما قلنا في بداية السطر. الحين أشتغل عمودين، لو أحسبها ويا ال3 سلاسل كأنهم 3 أعمدة. الحين هذا هو ال3 أعمدة، والحين راح أشتغل غرزة في كل غرزة، فتكملون تشوفون كم واحد أكو لما توصلون حق مكان اللي هو السلاسل. فالحين لاحظوا اشتغلت غرزة في كل غرزة، لاحظوا هني المكان اللي خربط، انتبهوا إنه الحين شوفوا هذه كلها مجموعة واحدة وبعدين هني السلسلة. فراح أشتغل في هذه الغرزة، بعدين راح أوقف، راح أسوي سلسلة، والحين راح أبدأ أشتغل هني. فمعناته لما نشتغل بغرز العواميد راح نشتغل في كل الغرز ما عدا الغرزة الأخيرة هني، على أساس يضبط إنه يكون العمود في مكان السلسلة. السلسلة، أطوف، وراح أكمل بهالطريقة دائما سلسلة، أطوف غرزة العمود وأشتغل بمكان الفراغ، سلسلة، أطوف العمود أشتغل بمكان الفراغ لما أوصل النص. لاحظوا الحين وصلت النص، عندي سلسلة، راح أطوف هالعمود وراح أشتغل هني غرزتين في نفس المكان دبل كروشيه، عمود يعني دبل كروشيه. وبعدها راح أسوي سلسلة، راح أشتغل هني غرزتين دبل كروشيه، وهذا واحد وهذا الثاني. وراح أكمل نفس الطريقة، سلسلة، أطوف العمود، راح تلاحظون إن كل العواميد راح تكون مكان السلاسل. إذا ما كان العواميد مكان السلاسل معناته في شيء غلط في مكان ما، فلازم تشوفون وين هذا المكان. الحين لاحظوا هذا عمود، هني راح أشتغل عمود،
الحين وصلنا حق هذا اللي قلت لكم كله مجموعة ويا بعض. راح اشتغل سلسلة، لاحظوا بس أول واحد ما راح اشتغل فيه والباقي كله راح اشتغل فيه. وطبعا مثل ما قلت قبل إن أول غرزة راح يكون فيها 3 عواميد. فالحين لاحظوا بس قاعدة أسوي عمود واحد في كل غرزة لما أوصل حق آخر السطر. لاحظوا الحين راح أشتغل غرزة واحدة في كل غرزة لما أوصل حق الغرزة اللي في آخر السطر. الغرزة اللي في آخر السطر دايما راح أشتغل فيها 3 عواميد. هذا الحين واحد، وهذا الثاني، وهذا الثالث. هذا هو شكل الشال لحد الحين. هكمل بنفس الطريقة لما أوصل حق الحجم اللي أنا حابته. إذا حابين إن أسوي لكم فيديو بس خاص حق هالشال وأشرح لكم بتفصيل أكثر أو أمشي أبطأ اكتبوا لي بالكومنتس وإن شاء الله أسوي لكم هالشي. بس أبي أوضح الفكرة لأنها وايد مهمة، وهني أكثر الأخطاء تصير لأن دائما لما تاخذون في مجموعة من الغرز في بداية ونهاية السطر، طبعا هم مجموعة ويا بعض يعني هي طبعا 3 دبل كروشيه في نفس المكان وبعدين دبل كروشيه دبل كروشيه كذي. دائما لما نيجي نشتغل بالسطر اللي فوقه دائما آخر غرز 3 غرز عمود، وبعدين راح نشتغل كل غرزة فيها عمود نفس الطريقة ما عدا تشوفون هني اكو سلسلة وهني اكو في غرزة. هذه الغرزة هني آخر واحدة ما نشتغل فيها عمود، راح نشتغل فيها السلسلة والعمود راح يدخل في هذا الفراغ عشان يضبط النكشة. بس هذه المعلومة المهمة اللي بغيت أقولها. وهذا هو الشال بعد ما خلصنا. وخلي أوريكم التفاصيل، هذه تفاصيل الشال. شوفوا الألوان شلون صايرة، وايد حلو. حتى مقاسه حلو. هاي 6 بكرات، 6 بكرات تقريبا هذا حجمه. شوفوا هذا الجزء اللي فيه فراغات هاي مكان السلاسل، والثاني اللي عواميد ورا بعض. بس في شغلة بغيت أذكرها بخصوص هذا الخيط. طبعا هذا الخيط لما تجون تفتحونه لاحظوا ان هني هو مكان البداية، يعني لما تجون تبون تبدأون راح تلاحظون انه هو متصل بالنص. طبعا انتوا راح تسحبون اللي بالنص يطلع. ساعات شنو اللي يصير اكو في جزء ثاني داخل يطلع وياه. اذا صار لكم هالشي دخلوه داخل. لو تلاحظون هني هذا شوي طالع دخلوه داخل، لأن إذا ما دخلتوه احتمال وانتوا تلفون الخيط يتشربك. طبعا في البعض يحب يستخدم الجزء اللي داخل بدال لا يستخدم الجزء اللي برا، بس أنا بالنسبة لي راح استخدم الجزء اللي برا دايما. وهني بس بغيت أوريكم نظرة أخيرة على الشال عشان تشوفونه عدل تقريبا حجمه والألوان شلون طلع. والحين راح أوريكم الشال الثاني شلون طلع. هذا هو الشال الثاني. طبعا هذا أثقل يدفي أكثر طبعا، وهم مقاسه بعد حلو تقريبا هذا حجمه. ولاحظوا هذا أماكن السلاسل وهني الأماكن اللي بس غرز عمود. بس بغيت أذكر إنه بالنسبة حق هذا الخيط طبعا هني حاطين مقاس يعني حق إبرة الكروشيه يكون 4.5 والتريكو مقاس 6.5. بس لما جيت خيط بمقاس 4 وشي ما حسيت إني يعني ما عجبني الشد، فعشان كذي أنا استخدمت إبرة مقاس 6 ويا هذا الخيط. بالنسبة حق تنظيف الأطراف طبعا ما حد يحب ينظف الأطراف، بس في شغلة بغيت أقول لكم بخصوص هذا الخيط. الشيء لازم تنتبهون له إنه هو مع يعني لما تفتحون وتخيطون في احتمال يصير هذه الحركة، فالأحسن إن تخلون خيط شوي أطول على أساس بس ما يكون وايد طويل على أساس لا تصير هذه الحركة وتقدرون تنظفون الأطراف بسرعة من غير ما ينقسم الخيط بهالطريقة. والحين شغالة على الخيط الثالث اللي هو خيط لورين بيسك. طبعا هذا الخيط أكريليك وهم حاطين اقتراحهم حق مقاس الإبرة. أنا ما التزم، كل وحدة حسب شدها. أنا استخدمت مقاس 3.5 لأني بشكل عام راخية. انطباعي الأول عن الخيط طبعا هو خيط أكريليك، فبالعادة خيط الأكريليك يستخدمونه حق المبتدئات على أساس يتدربون عليه. فهذا هو شكل الشال مثل ما انتم شايفين. هاي مكان السلاسل وهني طبعا بالزاوية مكان الأعمدة. طبعا هذا حجمه طلع وايد كبير، وايد كبير. 6 بكرات كانوا وايد فعليا. أنا بس استخدمت 5 والسادس كلش ما فتحته،
فإذا أنتوا ناويين تستخدمون نفس الخيط أنا أقترح 5 بكرات كافي، إلا إذا أنتوا يعني متعمدين إن تبونه يكون حجم كبير، هذا الشيء يعني راجع لكم. وهذه هي حلقة اليوم. إذا عجبكم الحلقة بليز لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. حابة أشكر متابعتكم. مع السلامة.